وبعد كده هما الاتنين بيرجعوا البيت، وهما نايمين بيحس جون ان في حد جوه البيت بيسرقهم، وبيطلعوا الاتنين اليهود احفاد صاحبة المحل، وفعلا بياخدوا الفلوس اللي كانت موجوده في الحمام، ويفضل يضربوا ببعض. لكن الاتنين اليهود كانوا اقوياء، ضربوا اليس وجون وافقدوهم الوعي، وخد الفلوس كلها ومشوا. وتاني يوم في الصبح اليسا بتصحى من النوم تفضل تصوت وتزعق على الفلوس اللي اتسرقت منهم. وبعد شويه اليسا بتشوف الابريق السحري بيطلع فلوس قليله مش زي الاول، فجون بيقول لها لازم نضرب بعض بقوه عشان الابريق السحري يطلع فلوس كتيره زي الاول. وفي يوم من الايام بيقرر جون واليس انه يروحوا بار، وهناك جون بيفضل يستفز في واحد ضخم عشان يضربه، وبتنجح خطه جون، ويفضل الراجل الضخم يضربه في البار، والابريق يفضل يطلع في فلوس. وفي يوم اليس بتكون قاعده لوحدها، وفجأة بتلاقي واحد بيقع على الأرض، وقتها الإبريق فضل يطلع في فلوس. وفي أحد الأيام بيقرر جون وأليس إنه يروحوا صالة ملاكمة عشان يتفرجوا على مباراة ملاكمة هناك، وساعتها الإبريق فضل يطلع في فلوس لحد ما عملوا فلوس كتير جدا في فترة قليلة. وبنلاحظ مع مرور الأيام أليس بدأت تتغير وتبقى إنسانة شريرة. وفي يوم من الأيام أليس وجون بيكونوا سايقين العربية، وأليس بتشوف واحد غلبان بيعدي الشارع، وبتكون هتاكله بالعربية لولا جون بيلحقوا في آخر لحظة. وجون بيقول لأليس إن الإبريق السحري خلاك إنسانة شريرة زي ما قال الدكتور، فبتتعصب أليس عليه وتبدأ تجرحه في مشاعره، وتقول له انت كنت فقير والخير اللي انت فيه انا سببه. وبدا جون يحس ان اليس بقت انسانه تانية. وقتها اليس بتقرر انها تسيبه وتنزل من العربيه، وهي نازله بالعربيه بتشوف الابريق السحري عمال يطلع في فلوس كتير. وساعتها اليس بتكتشف ان الابريق السحري بيطلع فلوس اول ما تجرح الناس في مشاعرها، فبيقرروا هما الاثنين انهم يجرحوا بعض في مشاعرهم عشان الابريق يطلع فلوس كتير. وتفضل اليس عشان الفلوس تحرج في جوزها وتدوس عليه في مشاعره وكرامته، وتقول له انا خنتك مع صاحبك ايرني اكتر من مره. فبيغضب جون ويقرر انه يروح عند ايرن عشان يضربه. ولما راح هناك فضل جون يشتم في ايرن قدام حبيبته اللي كانت موجوده معاه بريندي. راح ايرن اتعصب على جون وضربه، وساعتها ايرن بيشوف الابريق عمال يطلع في فلوس اول ما يتخانقوا مع بعض، وبيعرف ايرن سر الابريق. بعد كده بتاخدوا الابريق اليس وتمشي. بعد كده اليس بتجيلها فكره انها تجرح ناس كتير غيرهم عشان الابريق السحري يطلع فلوس كتيره زي الاول. وتقرر اليس ان تفضح اختها قدام زوجها، لان اليس عارفه سر قديم على اختها وعاوزه تقول له جثه عشان خاطر الابريق يطلع فلوس كتير.